احنا عملنا هنا شاشة، اللي هو الشاشة الأولانية ديت اللي هي الستور المخزون. عملنا فيها كود الصنف وكودناها بطريقة معينة بحيث إن هو بيتعمل أوتوماتيك. هنا اسم الصنف، هنا رصيد أول المدة ككمية وقيمة، كمية وفلوس موجودين هم. حركة الفترة وارد ومنصرف وعرفنا نجيبوها ازاي. الرصيد دي المعادلة بتاعته. متوسط سعر الشراء عرفنا برضه نجيبوها ازاي، وعملنا هنا عمودين بين الاتنين دولت عشان يجيبوا لنا الفلوس والكمية، وعرفنا ازاي نجيب المتوسط في الفيديوهات اللي قبل كده. قيمة المخزون عرفنا برضه نجيبوها ازاي، ضريبة القيمة المضافة او ضريبة المبيعات. ودي الإجمالي، وده سعر البيع، وده الباركود. ده بالنسبة للستور. في البرشيز أو المشتريات عملنا برضو صفحة هي زي الصفحة اللي موجودة ديت. عملنا صفحتين، واحدة للمشتريات وواحدة للمبيعات. عملنا فيها هنا التاريخ، هنا البيان، كود المورد واسم المورد، وقلنا إن الاتنين دولت واقفين على صفحة الموردين اللي احنا هنشتغلها النهاردة، وكود الصنف. وعملنا كود الصنف كقائمة بيجيبها من هنا من الستور، من الأكواد اللي هي بتتحط هنا ديت. وعملنا اسم الصنف اهو، دي دالة. يعني احنا هنا ما بنكتبش الصنف، احنا يا دوب ان احنا بنختار بس من هنا كده، وهو بيجيب لي الصنف بالظبط اللي احنا مختارناه. طبعا لو الصنف ليه اسم هناك، لو ملوش اسم يبقى مش هنعرفه نجيب. هنا اسماء الاصناف هو بيجي اوتوماتيك، اول ما بنختار من هنا الاسم بيتكتب اوتوماتيك. شلنا ديت خلاص. هنا الكمية اللي احنا بنشتروها، سعر الشراء بتاعها وسعر، وديت القيمة بتاعة المشتريات. احنا ممكن نخلي برضو سعر الشراء يتاخد من هوت، من المتوسط اللي هنا. ممكن يعني احنا هنا بنكتب سعر الشراء بايدينا. احنا ممكن نخلي ديت تاخد سعر الشراء من المتوسط اللي هو اللي هنا ده اهو. ماشي. بس ونسمحوا لها بالتغيير، ونسمحوا لها كمان بالتغيير. ممكن نعمله دي. خلينا برضو ان ايه، نكتب نهوت هنت كده اهوت عشان لو حبينا نعملوها. سعر. فهمت. طبعا ديت عشان خاطر احنا هنا المفروض ان هنا بتكتب ارقام، واحنا كتبنا حاجة مش ارقام. دي معناها ان هي هتتظبط اوتوماتيك. طيب هنا القيمة وعرفنا بنحسبوها ازاي، وهنا الباركود بتاع الصنف. نفس الكلام هنا في المبيعات. سعر البيع اهوت يا جماعة، شايفين هو بيتكتب اوتوماتيك، مش احنا اللي بنكتبه. يعني احنا لما بنختار هنا اسم الصنف، وليكن مثلا خلينا الصنف اللي هو ابو 25 ده الصنف الثاني، شوف لما نختار هنا هو بيكتب سعره. احنا عايزين نعمله هنا في المشتريات زي نفس الكلام ده، يعني نفس الكلام اللي هو بنعمله ده، بس هنا انت ما تقدرش تعدل على السعر. هنشوف لها حل. خلاص. طيب الكمية اللي احنا اشتريناها دي مفتوحة لنا. سعر البيع هو بيكون هناك اوتوماتيك، ودي سعر الايه، وديت القيمة بتاعته. وده طبعا ايه الباركود. واقفين هنا على صفحة العملاء، وواقفين هنا على صفحة الموردين. طيب تعالى نفتح المستند بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه، ونشوف ايه اللي هيتعمل في صفحة العملاء وايه اللي هيتعمل في صفحة الموردين. احنا خلصنا المشتريات وخلصنا المبيعات وخلصنا المخزن. هنا الموردين وهنا العملاء. طيب هما بصوا زي بعض بالظبط. يعني هنا الموردين، كود المورد هنلاقوا هنا كود العميل، اسم المورد اسم العميل، العنوان هنا وهنا، رصيد أول المدة مدين ودائن هنا وهنا، حركة الفترة مدين ودائن هنا وهنا، رصيد آخر المدة مدين ودائن هنا وهنا. هي في حاجة واحدة بس عايزين نتكلم فيها علشان خاطر نبقوا عارفين الفرق بين المدين والدائن. لأن الكود دوت، الصفحة ديت هنعمل مثلا الموردين وهننسخ الصفحة. يعني احنا هنا هنعمل هنا مثلا الموردين، وبعد ما نخلصت شغل هنيجي نسخنها ومسمينها ايه، العملاء. زي ما عملنا هنا احنا الفيديو اللي فات اشتغلنا كل شغلنا كان اهو على بيرشيز، وجينا عاملين نسخ ومطلعين الصفحة اللي هي ديت اوتوماتيك، وغيرنا بس شوية حاجات بسيطة. نفس الكلام في الموردين، هي نفس العملاء، بس هنيجي نهوت في الدائن والمدين. الدائن والمدين بيختلف من العميل للمورد.
اصل المورد دهوت بيديني بضاعة وياخد فلوس، انما العميل العكس، ده هو بيديني فلوس وياخد بضاعة، بيديني فلوس وياخد بضاعة. فالمورد بالنسبة لكلمة مدين هتبقى عكس العميل. يعني الكود اللي هيتكتب في مدين هنا في المورد هيتكتب في العميل هنا في داية، والكود اللي هيتكتب في داية هنا في المورد هيتكتب في العميل هنا في ايه، في مدين. بس ده الفرق الوحيد هيبقى بين الاتنين. وطبعا هو هياخد بياناته، الموردين هتاخد البيانات من البرشيز اللي هي المبيعات، اللي هي سوري المشتريات، والعملاء هياخدوا البيانات من هنا من المبيعات. يعني بص هنا برشيز الموردين، هنا العملاء مبيعات. يبقى ده رصيد اول المده، حركه الفتره، رصيد اخر المده. هناخده بقى اي واحده من دولت، كنترول سي وننزل ونيجي هنا وهنعملها في اي مكان هنا. بس احنا عايزين الاول قبل ما نعملها، عايزين نيجي على السيلز ده ونعمل كليك يمين، لو نسخ، تحريك للنهاية، انشاء نسخة، ونقوم مودينها اوكي. فعامل لنا سيلز 2 اهي، سيلز 2. احنا عايزينها ايه؟ احنا عايزين سبلاير، العملاء ولا الموردين؟ خلينا في الموردين. سبلاير، سبلاير، خلي لونها اللون اللي هو الصريف ده. وهنيجي نوقت المبيعات نخليها 2، وهنغير اللون دوت نخليه نفس اللون الظريف اللي احنا خدناه اللي هو ده. وهنيجي نهوت هناخد بس هي نسخ، ونيجي هنا ونعملها نسخة كده، تمام. نيجي هنا على احنا قلنا هناخده، خلينا ناخد الموردين ده هنا، ونيجي نهوت نحطه هنا نسخ. عايزين هنا ايه بقى؟ عايزين هنا كود المورد، كود المورد. نعمل نجيبها كده شوية، ماشي. اسم المورد، بعد كده العنوان، بعد كده عندنا هنا رصيد أول المدة، حركة الفترة، عندنا 1 2 3 4 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. أول عمودين ده همت، يبقى احنا كده العنوان خلاص. خلينا احنا هنعوزه هنا كام صف في الراس؟ 1 2 3، 1 2 3. أنا عندي هنا 2 اللي هم 2 هنعوز نضيفه كمان واحدة. خلينا نضيفه هنا صف الأول، إضراء، دي دمج وتوسيط، دي دمج وتوسيط، العنوان دمج وتوسيط. وبعد كده الاتنين ده همت عايزين الأول هنشيل التفاف النص، هنشيل دمج وتوسيط، وبعدين نخلي الاتنين ده همت كده ونعمل دمج وتوسيط، موافق. ونسميها رصيد أول المدة، رصيد أول المدة. عايزين هنا ايه؟ مدين وداء، وعايزينهم نخلوهم باللون اللي هو الأخضر الغوامق ده، ماشي. ونقولنا اهو مدين وهنا داء. وخلينا نيجي على الاتنين ده همت، طبعا دول مصرين اهم، وخلينا نيجي على الاتنين ده همت ونخلي اللون بتاعهم اللي هو الأحمر، لون الخلفية ده، علشان هنعمل جمع هنا وجمع هنا، تمام. طيب نفس الكلام هيحصل هنا، حركة الفترة وبعد كده رصيد آخر المدة، حركة الفترة وبعد الرصيد آخر المدة. طيب خلينا نيجي على الاتنين ده همت كده اهو، وهنحط كنترول سي، ونيجي نهوت ونعمل ترانزيت. طيب نعمل تراجع، خلينا نيجي نهوت ونهوت 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 الأربعة دهم، ونعمل إضرام. تعالى هنا ده همت هنشدهم كده، بس نخلي ده اهي حركة الفترة، ونخلي ده اهي رصيد آخر المدة.
مدين داهن مدين داهن مدين داهن. خلي ضمط في الوسط. احنا مش عايزين بقى حس اننا نيجي نعمل اظهارنا اهو، الصورة الحلوة بتاعتنا. تعالى هنا على ادي رصيد اول المدة مدين داهن والحركة مدين داهن. هات ده هما كلهم كده اهو واعملهم صغرهم شوية كده. تمام. عندنا اهوت دي الكمية ده خلاص ماناش عايزها، السعر البيع ده ماناش عايزه، والقيمة ديت ماناش عايزها. اعمل ده متحس، اعمل اصغار. يبقى كده ها ادي رصيد 2 ادي 6 عمط والباركود هنا تمام. وديت كده يبقى ديت الموردين خلاص. طيب 5 ديت انا مش عايزها، اخفاء. كود المورد ده تاريخ. طيب الحاجات دي هتاخد منين؟ من العمود ده. طيب سيبك من دي، هاتلنا انا اهو. هنيجي نشيل الحاجات دي كلها كده اهو، نحدد للاخر كده اهو ونعمل ديليت. خلاص كده العنوان ده نكبرها شوية، تبقى اسم المورد والعنوان والأرصدة، والباركود ده يبقى باركود بتاع هيتاخد من الكود بتاع المورد. أظن معناش حاجة، مسحنا مفيش حاجة. عايزين نجيب كود المورد، نجيبه ازاي؟ تعالوا على ستور. هنا شايفين كود الصنف دي، هنعمل كنترول سي وهنيجي نهوت على سبلاير ونيجي نهو ونعمل كنترول في كبرها شوية. طبعا هو هنا احنا عاملين الخلية دي بصوا التاريخ، انما التانية ديت مخصص. هناخد نصف تنسيق اهو ونشيد على كل ده عشان ما يبقاش التاريخ، يبقى مخصص اللي هو ايه. تعال نشوفوها. هنيجي هنا على تنسيق ارقام اضافية مخصص، احنا كاتبين ايه ايتم و4 اصفار. احنا بقى مش هنخلوها كده، احنا هنخلوها اول 3 حروف من سبلاير. يعني بدل الايتم ديت هنخلوها مثلا اس يو دي، يبقى سبلاير. هتبقى كده بالشكل ده. اوكي، بس هي كده بصوا رو ناقص 4. خلينا نكتب اي مورد اهو. المورد الاول كتب لي سبلاير 2، لان هي مش ناقص 4، ده هيبقى ناقص 5، لان دول 5 صفوف، 1 2 3 4 وفي واحد مخفي، دي 6، يبقى ناقص 5. موافق؟ بقى دي سبلاير 1، يبقى ده المورد الاول. تعالوا نقعد نكتبه. خلينا تحت كده اهو، المورد السادس اهو ايتم 3 كده تمام. طبعا احنا مش هنكتبه المورد، هنكتبه اسمه احمد كذا محمد كذا كده. طيب الباركود ده اهو، الباركود ده اهو احنا عايزينه بياخد منين؟ بياخد من، ما بياخدش من هنا، من ده هو هياخد من، افتح ده اللي تاني اللوجيكال تيست. اللوجيكال تيست هنا اللي هي الخلية دي. طيب الفاليو اف فولس اللي هي الخلية دي. اوكي كده تمام. ده بياخد من هنا. بقول اف لو العمود 1 اللي هو دي فاضية اعمل فراغ، ولو العمود ده هو فاضي اعمل فراغ، ولو مش فاضي اعمل العمود 1. طيب هو كده اخدها. طيب دي خلينا ناخد نصف تنسيق منها ونشد دي كلها. بس طبعا هنا هو المفروض ما يجيبش دي. احنا المفروض ناخدوها على دي، صح؟ مش على دي، المفروض ناخدوها على دي مش على دي. طيب خلاص تعديلها سهل. هنا عمود 1 دهيت هنخلوها عمود 2 بس كده. يعني الدالة احنا كنا بس مشغلين الدالة غلط. لو احنا كنا بنقول لو عمود 1 اللي هو ده بيساوي فراغ، هو مش فراغ لان كل العمود ده فيه اسامي، فيه ارقام. بيقول لو عمود 1 بيساوي فراغ اعمل فراغ، والا هات لي عمود 1 فهو بيحطهم لي تاني.
لان العمود ده مش فاضي. العمود ده اهو مش فاضي، كل خانة فيه اهو مكتوبة فوق، فما هوش فراغ، احنا اللي مخلين لونه ابيض بتنسيق شرطي. احنا يعني هو ده فيه كلام، بس احنا قايلين له لو ده هي ما تكتبش فيها، خلي الكلام لونه ابيض، فالكلام موجود بس لونه ابيض. انما احنا بقى لما عدلنا هنا عملنا ايه؟ قلنا له بص على عمود 2 على دي فاضيه، فاضيه، فخلاص نسيبها ما تكتبش حاجه. طيب دي مليانه فيها كتابه، خلاص هات لي الكتابه ده اهي، حطها لي هنا. واضحه؟ طيب العنوان، العنوان ده احنا هنكتبه، العنوان ده احنا هنكتبه. خلينا بس نعمل نسخ تنسيق ده ممكن ماشي. دي لونها ايه؟ ده مش مشكلة، مش عايزين نخلولها برضه خلفية. ايوه دي، ناخد الاتنين دول نسخ تنسيق على تحت عشان بس يبقى شبه مفرح منها، يعني يبقى اللون كده ماشي خانة وخانة كده. دي بس اللي هتبقى أبيض عشان خاطر اللون اللي وممكن نخلوها خانة وخانة برضه. خلاص ده احنا مش عايزين. العنوان احنا اللي هنكتبه. طيب رصيد أول المدة مدين، وده برضه احنا اللي هنكتبه. يعني مثلا المدين هنا الراجل ده مدين ب1000، وهنا دائن مثلا خد صوتين مثلا. طيب حركة الفترة، حركة الفترة هنجيبها منين؟ حركة الفترة دي يعني المورد ده هو ليه عندي قد ايه، وانا ليه عنده قد ايه في الفترة معينة من تاريخ كذا لتاريخ كذا. هو الراجل ده احنا ما عملناش حاجة عشان نحكمه بيها الفلوس اللي هي احنا دفعناها له، يعني يوم كذا دفعنا للمورد الاولاني كذا، ويوم كذا دفعنا له كذا، ويوم كذا دفعنا له كذا، او خدنا منه كذا او كده. ما عملناش الكلام ده اهو، يعني احنا ما عملناش الكلام ده اهو بتاع المدين، يعني احنا ما عملناهوش لسه. فاحنا في المدين اهوت هنعوزه نعمله صفحة لمدفوعات الموارد هنا في الايه في المدين دي. ماشي، انا عايز بس اخلي الكلام ده كله اسود عشان انا مش عاجبني اللون ده. خليه اسود، تلاقي بس اللي هنخليها احمر. دي بالنسبة للمدين. بالنسبة للدائر احنا عندنا فواتير اهي، دي الفواتير اهي بتاعت المشتريات، فاحنا نقدر نجيب الفلوس من الفواتير. طيب نجيبها ازاي؟ نقول له هنستخدم الدالة اللي احنا بنستخدمها، استخدمناها كتير النوبل اللي فاتت برضه، اللي هي صم اف. هنقول يساوي صم اف ايه، افتح ديت عشان ايه الدنيا تبقى باينة معاك. صم اف الرينج بتاعي هنروح في البرشينز اللي هي دي، ونقول له الرينج بتاعي اللي هو عمود سي اللي هو ده، اللي هو كود المورد. خلي بالكم العمود ده مش مكتوب فيه حاجة. طيب الكرايتيريا بتاعتي او المعيار اللي انا هشتغل عليه اللي هي الخانة دي. طيب بيقول لي لو لقيته في الرينج اللي انت عامله دوت اجيب لك ايه؟ اقول له هات لي من برشينز العمود اللي هو فيه الفلوس اللي هو ده، اللي هو ده كده. قال لي صفر، وهو لازم يكون صفر. اقول له موافق. قال لي صفر وهنا صفر والباقي ده ما كانش فيه. ليه بقى صفر؟ لان احنا هنا في برشيز قلنا هنعمله صفحة للموردين، هناخده منها هناخده هنا الكود يكتب لنا اسم المورد زي ما عملنا هنا مع كود الصنف دوت، وكتب لنا اسم الايه، اسم الصنف. طيب تعالى نعمل نهوت بقى شيل ده. عايزين نجيب كود المورد، بنجيبه ازاي؟ حاجتي كلها كده، ونقول له البيانات، تحقق من صحة البيانات. نقول له قائمة، بيقول لي فين المصدر فين القائمة، بضغط هنا كده وبقول له هنا في سبلاي، دي القائمة الكود اللي هي القائمة اللي احنا عايزينها اللي هي دي. اقول له موافق. هنا بقى لو جينا فتحنا كده اهوت هنلاقوا اس يو بي واحد اهي. المفروض بقى انا لما اختار ديت يكتب لي ايه؟ كود المورد.
طيب هو هنا مطلعها لي 1 وهنا 2 وهنا 3، انا عايزها تطلع لي زي دي، انا عايزها تطلع لي زي دي. طيب خلينا نعمل اسم المورد. اسم المورد طبعا هنستخدم الدالة اللي هي في لوك اب، هنستخدم الدالة بتاعة في لوك اب. خلينا ناخد دايرة نسخ ونيجي هنا اهوت ونحطها الوسط ونفتح ده. لو عمود 5 انا عايزها عمود 2 كود المورد. لو كود المورد اللي هو عمود 3 فاضي اكتب فاضي. طيب لو مش فاضي اوكي موافق. لو مش فاضي تعال على في لوك اب وافتح دي. قائمة البحث عندي عمود مش 5 عمود 3. صفيف البحث سبلاير الاتنين دول تمام. رقم فهرس البحث 2 0 تمام موافق اوكي. المورد التالت فاضل لنا بس الحتة بتاعت ايه كود المورد اللي هي 3 ديت و4 والحدوتة ديت عايزين نظبطوها من الايه من هنا من خاص تنسيقات ارقام اضافية مخصص اهي موافق. ظبطها لي اهي دي نسخ تنسيق وانزل لي عليها كل لحد هنا. طيب سبلاير 3 هو احنا ما عندناش مورد في 2 ما فيهاش موردين. تعالى على هنا 2 ما عندناش مورد في 2 مورد كده بقى عندنا مورد في 2. تعالى هنا على برشيز كتب لي المورد التاني. طيب تمام خلينا نكبر اسم المورد ده شوية وخلي بقى كله يمين عشان ايه. طيب هنا خلينا نعمل مورد 4 علشان بس ايه يطلع لنا الصفر ده ماشي. طيب هنا نيجي عايزين هنكتب ما هو عايزين الصفر ده ما يبانش، عايزين الصفر ده ما يبانش. هناخد الدالة ده اهي لحد نهوت كنترول سي وبعدين هنيجي في الاول خالص كده اهو ونقول له اف كل ده اوف يساوي صفر. لو كل ده بيساوي صفر تعمل فراغ والا تعمل كل ده وتقفل القوس ولا صح. وكده ما عادش فيه اصفار. يبقى احنا لو اخترنا هنا اي مورد مش مكتوب هنا ما بيكتبليش هنا اهي تمام كده. والمورد التاني بتكتب اهو التاني. خلاص علينا مورد 5 ماشي كده. كده عند صفحة المشتريات كده اتظبطت كده. الحتتين اللي احنا كنا واقفين عليهم كده خلاص هندخل بقى نخلص دي. احنا لو عايزين نعمل ده ماشي مش عايزين نعملها عادي خليها معلمة معانا دلوقتي. وديت لما نعمله المبيعات هنظبطوها برضه. طيب تعالى هنا بقى على الموردين كده. المدين والدائن الاولانيين دول دراسة اول المدة احنا بنكتبهم من عندنا. حركة الفترة هنا هو بنقول له اجمع لي من بيرشيز من اللي هي المشتريات دهيت يجمع ايه. ونبص لي على الكود ده اهو اللي هو المورد الاولاني ده اهو ماشي. بص لي عليه فين. بص لي على الكود ده اهو في بيرشيز اللي هي دي ماشي. في بيرشيز اللي هي في الحته ديت كده وجمع لي دي. المورد الاولاني عليه هنا ايه ليه هنا 1500 اهو. تعالى هنا 1500 اهو دي مظبوطه. المورد التاني ليه 300. التالت ليه حاجه. التالت ليه 600 مش شغاله هنا ليه اه اتظبط. بس احنا عايزين نيجي نهوت ونقول له دهيت كده اهوت صم اف سوري اف لو ام لو ده لو دي بتساوي فراغ يعني لو مش مكتوب فيها حاجة اعمل فراغ وإلا تكتب الدالة ديت شغالة اوكي.
خلاص. لو جينا هنا بقى طلع لي هنا ايه دائن 150 كده. الكود ده مظبوط مفيهوش اي مشاكل خالص. ولو كتبنا هنا الرابع زيرو الراجل اهو، لا دائن ولا مدين. رصيد اخر المدة ليه حسبته ازاي؟ بس حسبته مش هتتظبط غير لما احنا نعمله المدفوعات. خلينا نشيل كلمة المدفوعات ده اهي خلاص، كنترول سي، او خلينا ناخدها من اول كده كنترول سي ونكتبها هنا في الخلية اللي فوق ده، ونديها لون احمر برضه عشان ما ننساش. بلس ونشيلها بقى خط نهائي. يبقى احنا واقفين على دي مدفوعات الضريبة. طيب هنفترض ان هنا ارقام. هي طبعا هتيجي من المدفوعات، بس هنفترض ان هي ارقام. هنقول مثلا ايه 800 ودي 600 ودي 500 مثلا. عايزين نشيل ونحط من صحة البيانات دي من العمود ده كله. بيانات حق ومساحة البيانات موافق، أي قائمة موافق. خلاص، وده التضييع وده هو يعني. أو عايزين برضو التنسيق بتاعه يكون رقم ورقم 20 واحد كده، وخلي ده كله رقم 20 واحد، رقم ورقم 20 واحد إيه. طيب والمورد الخامس دوت ليه مثلا مدين 2000. الحسبة بقى بتبقى ازاي؟ وخلينا برضو نعمل شوية أرقام هنا. 900 900 دي ان ايه. التنسيقات دي كلها عايزة تتشال. ناخد دوام كده اهو، هناخد دوامات كده عشان التنسيقات دي البيانات دي عايزة. احنا كنا طبعا واخدين الشيت ناس، فواخد البيانات اللي هي تحقق من صحة البيانات. فخلينا نشيل التحقق من صحة البيانات ديت ونقول له أي قيمة موافق. بدأ 1500 ده هي مثلا وده هي مثلا 800 ودي 6 مش المعرض الرابع. ايه الحسبة بقى اللي هنا بتاعت رصيد آخر المدة؟ رصيد آخر المدة بقى بنقول له لو المدين أكبر من الداين اطرحهم لي من بعض، ولو أصغر ما تكتبليش حاجة في الخانة بتاعت المدين لأن هيتكتب هنا في الداين. بمعنى هنقولنا اهو الخانة دي ازاي؟ الخانة دي أكبر والخانة دي زائد الخانة دي، ونعمل النقطة بتاعتنا فصل المنقوطة بتاعتنا. يعني لو المدين أكبر من المدين اللي هو جمع ده وده أكبر من الدهن اللي هو جمع ده وده يعمل لي إيه؟ فبقول بفتح قوس كده وبقول اجمع لي المدين ده زائد ده، وتيجي قافل القوس وتطرح لي منه الدهن اللي هو افتح قوس تاني اللي هو ده زائد ده، تيجي قافل القوس. وبعدين ده فاليو اف ترو. انا كده فاليو اف ترو اللي هي دي كل ده كده فاليو اف ترو. طيب فاليو اف فولس ما تعملش حاجه، اعملها لي فاضي كده. فاليو اف فولس اقفل الاف واعمل صح واشوف. تعالوا بقى نشوف 1800 ده المدين. طب الدائن كام؟ 2000. هل ال 1800 اكبر من 2000؟ لا، يعمل لي فراغ. طب تعالوا هنا
900 و600 1500. 1500 دول الاتنين، والدائن 1300، يبقى ايه 1500 اكبر بقد ايه؟ ب200 اهو. طب هنا ده هي 2300 ودي 800 600 1400، يبقى 2300 وديت 1400، يبقى فاضل 900 اه. طيب تعالى هنا، دي 1500 و2000 ادي 3500، وده اهي 600 ودي كام؟ 150. خلينا ده اهي ادي 2000 و1600، 3000 ونص كده، 3000 ونص، خلينا ده 900. 900 سنة. ها بص، 900 و600 1500، ده هم 1000 ونص، ده هم 1000 ونص، وده هم 1000 ونص و2000 3 ونص، هنا بقت ايه 2000. كده الدالة بتاعت المدين ده ايه مظبوطة. ينقصنا بس موضوع ايه الفاليو. الفاليو طبعا سهل، هنيجي هنا في الاول خلاص نقعد نقول له اف ايرور زي ما اتعود كده. بيقول لي اف ايرور الفاليو كل دي فاليو اف ايرور، بقى في الاخر وعامل فراغ ودي اخر القوس بس فقط، ويبقى له وافق. ظبط الدنيا، الفاضي مش هيبقى كده حلو. طيب كده الراجل ده مش مدين، ده دائم بكام بقى؟ دائم بكام؟ هي نفس المعادلة بس هنقلبه، يعني هنقول احنا قلنا الاول ايه؟ لو ده اكبر من ده، هنقول بقى العكس، لو ده اكبر من ده. هي يعني هي نفس اللي هنعكس بس الايه ال ال الدوالي. يبقى كده هنقول اف ايه، لازم طبعا نكتب يساوي اف ايه اف ده اهو، اللي هو ده اهو زائد ده اهو اللي هو الداية، والداية اكبر من ايه؟ ده اهو زائد ده اهو. تمام، ونعمل الفصل النقاط. فدي اللوجيكال تيست اهي. طيب فاليو اف ترو يعمل ايه لو لقاها اكبر؟ هنفتح قوس ونقول له هات لي الدائن ده اهو زائد ده اهو، واقفل القوس ونقول له اطرح منه افتح قوس تاني، المدين اللي هو ده اهو زائد ده اهو، واقفل القوس. يبقى ديت فاليو اف ترو، يعني لو الكلام ده صح. طب لو غلط هقول له اعمل وراه واقفل بس، واقول له صح. بصوا هنا ما بكتبش حاجه، وهنا ما بكتبش حاجه، وهنا ما بكتبش حاجه، لانه كاتب هنا الراجل ايه دائم بكام؟ ب200، لان هي الداله متطبقه هنا صح. هيفضل لنا برضه موضوع اف ايرو، جايين نقول اف ايرو، ونيجي في الاخر خالص هنا اهو، ونعمل فصل مضغوطا وعلامتين جايين كده اهو، ونقول صح كده تمام. يبقى انا فاضل لي في الشاشه ديت كلها المدفوعات الموردين، وكده الشاشه كلها اتظبطت ما فيهاش اي مشكله. هي ديت ما خدتش التنسيق ده ليه؟ نيو اوضه ايتم واحنا عايزينها سبلاير. طيب هنسحب ده كله كده، ونيجي هنا المخصص تنسيق ارقام اضافيه مخصص السبلاير بتاعتنا اهي، الموافق كده مظبوط. سيلز بيرشينز سبلاير، في هنا ايتمات ولا حاجه؟ سبلاير ايه الايتم هنا تمام. السبلاير كده تمام، فاضل لنا مدفوعات الموردين. كده السبلاير مظبوطه ما فيهاش اي مشكله خالص. تعال لنا بقى على الستور، على كده الموردين. هندخلوا على العملاء. شو بس الوقت، لا مش هيبقى صعب العملاء النهارده، نعمل العملاء في النوبة الجاية ان شاء الله. يبقى ان شاء الله هنعمل النوبة اللي جاية العملاء. شكرا لحضراتكم جزيلا.